ابو راشد لك يومين نومك مو كويس. السبب اني انا حبست الخنفسه هذه هنا. والله يا جماعه الخير جتني لقيتها جوا الغرفه، طبعا هذه خنافس الربيع. فمسكتها وحطيتها جوا العلبه دي. حلو، سكرت عليها على اساس اني انا اول شيء اني تخلصت منها. يومين يا جماعه الخير انام احس في زلزال بالسرير، كل ما انام تجيني احلام يمه اقسم بالله جنيت. قبل شوي وانا ارجوك انا اسف، تعال تفضل تفضل ينطلق. بسم الله بسم الله. ها اطلقنا سراحه وداخل يديك اقولها عيشي. الراجل اللي انت شايفه ده وجد خنفسة كده فحبسها عشان يخلص منها، لكن ده امر خطير جدا. انا عايزك تسمع الفيديو للاخر وبنبه عليه. انك تحبس اي كائن، مثلا بعض الناس تلاقي فار او حية او فيحبسها، يسيبها من غير اكل وشرب لحد ما تموت. فبقول لك انا شفت كوابيس وبتاع وحياة غريبة. طبعا ده حرام يا جماعة، لا تقتلها لا توديها ترميها في مكان بعيد لو صعبان عليك، لكن تحبسها من غير اكل وشرب حرام عليك. ممكن تخش النار في حاجة زي كده، زي ما قال سيدنا النبي امرأة دخلت النار في حبسها لهرة، لا هي تركتها ولا أطعمتها وسقتها. فأمر خطير جدا لازم نخلي بالنا. شارك الفيديو، صلي على سيدنا النبي عشان غيرك يستفيد. الدال على الخير كفاعل.